هز يا اختي هز. بيقول لك في عرس ديمقراطي اسمه مجلس الشيوخ. اللي انا شايفه ده كاتب كتاب وحنة شيماء بصراحة. يعني انا كمواطن مصري عايز اعرف مجلس الشيوخ ده ايه وظيفته بالتحديد، او بيفيدني بايه كمواطن. اللي انا شايفه انه ملوش اي 30 لازمة غير انه بيكلف ميزانية الدولة ملايين، في ظل ان الحكومة بتقول لنا كشعب تقشفوا ومعيش ومفيش، وبيغلوا علينا الاسعار والدنيا ولا زي ما احنا عارفين كلنا. اللي انا شايفه برضه ان الحكومة والاحزاب والنواب هم اللي عايشين في رفاهية، والمستفيد الوحيد من القصة والمهزلة ديت الأحزاب، وبالأخص هم حزبين، حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، والنواب المترشحين عنهم. يعني عندك مثلا حزب مستقبل وطن ده ليه كده في المجلس مش أقل من 150 كرسي، وحزب حماة الوطن بياخد له من 15 ل 20 كرسي، وأعتقد حزب حماة الوطن عدد الكراسي ليه هتزيد السنة دي. وكلها طبعا بتكون الكراسي والأسامي ديت بالأمر المباشر. يعني الأسامي اللي بتترشح من حزب معين لازم يكون دافع للحزب بتاعه مبلغ محترم يعني، وبيفضل يدفع طول مدته. وحط تحت كلمة طول مدته في المجلس ديت أو الحزب 100 خط. ده مش بس كده، ده أي حد بينضم للحزبين دول بيدفع فلوس، ليه عشان بيكون زي حماية كده ليه، أو حماية لشغله. حتى لو كنت حرامي هم ملهمش فيه. أما بخصوص بقية الأحزاب، زي عندك مثلا إيه، حزب الشعب الجمهوري، حزب الوفد، حزب مصر الحديثة، حزب الإصلاح والتنمية، حزب النور، حزب الحرية المصري. كل واحد من الحزب دولت ليه مثلا من كرسي ل3 كراسي او 5 كراسي بالكتير، بس ما بيزيدش عن كده. ودي احزاب جديده طبعا كلها ايه، ديكور او منظر، ملهمش اي 30 لازمه. يعني انا من رايي يا ريس بصراحه الغي مجلس الشيوخ ده، ووفر الفلوس بتاعته وميزانيته، وميزانيه الصرف على الانتخابات بتاعته. ما مصر كلها عارفه والعالم كله عارف ان اي انتخابات الناس بتنزل فيها عشان خاطر الكرتونه وال200 جنيه والبون اللي بيتوزع من الاحزاب. ومصر برضو كلها عارفه كده. فليه بنشتغل بعض؟ ووفر رأس النسوان دوت. وفر رأس النسوان اللي فضحنا في العالم كله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك.